بزاف بحق الممثل عبد الرحيم التونسي اللي كيعلن الابن ديالو على الخبر ديال الوفاة ديالو اللي كان كالصاعقه بالنسبه للجمهور ديالو والمحبين ديالو. كنتمنى انكم تدعيو معاه بالرحمه والمغفره يا ربي. يعني من مورا معانا كتير مع المرض وعانى كذلك في صعوبه في التنفس، شيء اللي خلى الابناء ديالو ينقلوه للمستشفى في مدينه الرباط بالشيخ زايد، ونقلوه يعني المستشفى بحاله مستعجله، بحيث انه كان كيرقد في القسم ديال مرض القلب. ولكن اصدقائي لله ما اعطى ولله ما اخذ. يعني فعلا بقى فينا بزاف هذا الممثل الكبير اللي غيبقى خالد وغيبقى ديما في الاذهن ديالنا. كنتمنى انكم دعوا معاه اصدقائي، دعوا معاه بالرحمه والمغفره يا ربي. يا ربي يصبر الابناء ديالو، يصبر العائله ديالو ككل. وانا براسي يعني اثر فيا بزاف هذا الخبر هذا، حيت هذا من الممثلين الكبار ديال المغاربه، ومن الممثلين اللي ضحكونا بزاف، ومن الممثلين اللي عشنا معاهم الطفوله ديالنا وعشنا معاهم يعني مني كنا صغار وحنا كنشوفوا عبد الرؤوف وكنشوفوا الطريقه الجميله اللي كيضحك بها، وكيفاش انه كيرسم البسمه في الاوجه ديال الصغار والكبار. داكشي علاش اصدقائي ما غتخسروا والو لا ترحمتوا عليه في لي كومونتير او لا ترحمتوا عليه غير بينكم وبين نفسكم. المهم اصدقائي هذا هو الخبر المحزن جدا اللي قدرت انني نجيب لكم. وفعلا هذه المره الوفاه ديالو هي حقيقيه ماشي يعني اشاعه، حيت الابن ديالو اسامه تونسي هو اللي نشر عبر الصفحه ديالو ان الاب ديالو توفى، وكيطلب من المغاربه انهم يدعوا معه بالرحمه. وبهذا اصدقائي نكون وصلت لنهايه الفيديو، وفي الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نحط لكم القصه ديال الحياه ديال عبد الرؤوف، وغادي نذكروا معاه بزاف ديال الحوايج على القصه ديال الحياه ديالو. وبهذا اصدقائي نقول لكم باي باي، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم.